بالنسبه للاقتراح ديال اليوم، غديوه ديال يوم السبت. تفضلوا معايا تشوفوا الطريقه ديالي اشنو اللي درت للوليدات نهار السبت. غادي ناخذ واحد الطاوله اللي كتدخل الفران، غندير فيها مجموعه من التوابل. انا درت الملح، ايضا درت البزال، درت السودانيه. غادي ندير القليل من الكمون، وايضا الفلفله حمراء معجونه مطحونه. غادي نضيف القزبر ومعدنوس مقطعين، جوج ديال المعلقات. وايضا عندي الثوم اللي رقدت من قبل، غادي نوضع فيه هذا الثوم مرقد في زيت الزيتون. غادي ندير واحد المعلقه كبيره. ثم هنا عندي مجموعه من الخضر، انا تخيرت انني ندير الخضر اليوم. عندي هنا الباذنجان، عندي الجزر، عندي الفلفله حمراء، عندي مطيشه، هذا الخيزو مقطع مربعات. وايضا عندي البطاطا. غادي نضيف قليل من زيت الزيتون، ثم غادي ندير هذا، نخلط هاد التشرميله، وغادي نخلط معها كل هذيك الخضر اللي سبق ليا وذكرت: الباذنجان، الفلفله، الجزر، ايضا عندي الكورجيت، وعندي البطاطا على حسب عدد افراد الوليدات اللي حاضرين. كيحبوا البطاطا بزاف، كنغلبوها شي شويه هي على الخضر. غادي نشرمل كل هاد الخضره في هاد الطاوه اللي كتدخل الفران بهاد الطريقه. نحاول ندخل التشرميله في الخضر بالكامل، كل هاد الخضره ندخل ليها التشرميله. هاد الطاوه كندخلوها في دقه واحده للفران وكنتهناو، كتجي ممتازه بهاد الطريقه. ثم غادي ناخذ مطيشه هكا، الطماطم، واحد جوج ديال المطيشات مقطعات حتى هما. غادي نحاول انني نشربلهم ونخليهم غير من الفوق، منها كيطلقوا الماء ديالهم على ديك الخضيره كطيفيه، لانني نهائيا ما غاديش ندير الماء نهائيا في هاد الطاوه. فقط غادي نشرمل حتى اللحيم اللي غادي ندير معهم في هذا الاثناء. من بعد ما شرملت الخضر، يمكن لي انني ندير اللحم، يمكن لينا انني ندير الدجاج، انني ندير السمك. انك ديروا الحاجه اللي متوفره عندكم. زدت واحد شي مزيودات ديال الفلفله الحاره. ثم غادي ناخذ واحد القطعه ديال اللحم، هي هذه، غادي نوضعها من الفوق. كانت عندي في المجمد، انايا خديتها بالكامل. غادي نحاول حتى هي انني ندهنها بهذيك التشرميله مزيان. نقاد الوجه ديال هاد الخضر بالكامل. ثم غادي نضيف فقط غير القليل من زيت الزيتون من الفوق. كيف ما قلت انا ما غاديش ندير الماء، الفلفله كتطلق الماء، المطيشه كتطلق الماء، الخضر كلها غير هذيك المويهه ديالهم. واحد شويه ديال الزيت، هنايا قياس واحد 3 المعالق ولا 4 ديال الزيت، ضفتهم من الفوق. وغادي نغلف على هاد اللحم ديالي باش الكل يطيب مع بعضياته مزيان. غادي نلبسو ببابي كويسون من الاسفل. ثم غادي ندير الالومنيوم، الورق الالومنيوم خصو ما يلامسش السطح ديال الخضر وديال اللحم. غادي فقط غير غادي يزمت لينا على هاد الخضر. غادي نديرو من الفوق باش يرجع هذيك الحراره كلها غادي ترجع في الاسفل. وغادي ندخل الكل الفران عندي سخون مسبقا. يلا طيبت الخبز. من بعد ما غادي نخرج كل الخبز الكميه اللي عندي، غادي ندير الطاوه. ثم غادي نسد عليها واحد الساعه ولا ساعه ونص، لان كتعرفوا اللحم كيبغي انه يطيب مزيان. كنخليه يطيب حتى كنخليه هكا مغطي حتى كيطيب كل هالعناصر مع بعضياتها. كنقلبوا ديك اللحيمه نلقاوها صافي راه ولات طيبه فتيه. عاد اللي كنعريو عليها من الفوق غير تحمار صافي، وتنقدموا الطبق بالصحه والراحه. دابا ما بقى ليا انا من بعد ما غلفت عليه مزيان، ما بقى ليا الا نوضعوا الفران سخون مسبقا حتى يطيب تماما. من بعد ما طاب اللحم ديالنا قلبته دقيته بالسكين ولقيته صافي راه طاب. هذا هو الشكل النهائي ديالو. غادي نقدمه مع بعض المقبلات اللي كانت سبق ليا محضرها من قبل. هنا عندي الزيتون، عندي الفلفله مشرمله مسبقا، الباذنجان، وايضا بعض السلطات البارده. عندي هنايا الروز،
غادي نقدموا مع بعض المقبلات وبالصحه والراحه. كتجي هاد الوصفه شهيه جدا وكتجي لذيذه، وهذيك الحمى كطيب فتيه. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم، وشكرا. فرجه ممتعه.